السلام عليكم، أهلا بكم في برنامج الرياضة في أسبوع، وأولى فقراتنا هي دوري أبطال أوروبا. من مواجهات الإياب برشلونة يفوز على أتلتيكو، لكن هذه النتيجة لم تكن كافية للتأهل. باريس سان جيرمان وليفربول. باريس يكرر الفوز بنفس النتيجة على ملعب ليفربول. ومن أمتع المباريات مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد. ريال مدريد يسجل 3 أهداف، لكن البافاري بايرن ميونخ يسجل 4 أهداف. ومن أجمل الأهداف هدف التركي أردا جولر من ركلة حرة مباشرة. وفي مباراة دفاعية سبورتنج لشبونة وأرسنال. كما قلنا في الحلقة الماضية أن هذا الهدف يبدو أنه حسم النتيجة، وأرسنال يتأهل للأربعة الكبار. وفي دوري أبطال آسيا للنخبة، الاتحاد السعودي يفوز بنتيجة 1-0 على الوحدة الإماراتي. وفي الدوري السعودي النصر يفوز بنتيجة 1-0 على الاتفاق، ويرفرف بجناحيه في الصدارة. سنتابع معا كثيرا من المباريات في الدوري الألماني، الدوري الإنجليزي، الدوري الأسباني. وفي دوري أبطال أفريقيا سان داونز الجنوب أفريقي سيواجه نادينا العربي الترجي التونسي. اكتبوا لنا توقعات الإياب. وفي الختام سلام.